المضارع بعون الله آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم صديقنا سفيان الصبراني. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أروعك يا وطني، وما أجمل أن نتغنى بنشيدك العذب بين هذه الأرجاء الفسيحة ونصدح بأصواتنا معبرين لك عن حبنا الكبير، ونحن نردد منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه. منبت الأحرار وأعاهده أن روحي له هذا عالمي. عدوى كاملين. هذا عالمي بلون دمي أعتز به وبنشمته أعتز به وأعاهده أن روحي له أن روحي له هذا كينا سارة كينا هكذا. وراء وجودنا اليوم في هذا المخيم عمل وجهد قام به عدد من قيادات منظمتنا العديدة. أعدوا فضاءات، جهزوا الورشات، وهيئوا لنا فقرات جميلة ومفيدة. ونيابة عن هؤلاء يتقدم الآن أمامنا قائد المخيم القائد عبد الحليم عوادة في كلمة افتتاحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأطفال، إخواني القادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد بين فضاءات هذه الغابة الفسيحة لنستمتع جميعا إن شاء الله خلال مرحلة تخييمية تستمر 12 يوما بأوقات نتمنى إن شاء الله أن تكون كلها مرح وسعادة واستفادة. في البداية أشكر الطاقم القيادي المشرف على هذا المخيم وما بذله من مجهود من أجل أن يرسم البسمة على وجوهكم وأن يشع السعادة في قلوبكم. اخترنا لهذا المخيم شعار: معا نرتقي نحو الأفضل. يعني حنا وياكم ومجموعة ديال الشركاء والأصدقاء اللي غادي يجيو يأثروا معنا المرحلة التخييمية سنعمل جميعا متعاونين من أجل أن نرتقي أن نصعد بمستوانا، أن نصل إلى درجات مهمة من الثقافة. يعني فالبرنامج اللي وضعناه هو برنامج متنوع شامل يهم مجموعة من المجالات التي تعجب الأطفال. فغادي نلقاو النشاط الرياضي، غنلقاو النشاط الثقافي، وغنلقاو أيضا واحد المجموعة ديال الأشياء اللي غادي تفيدكم إن شاء الله. طبعا الشعار ديالنا ما كنبعدوش به على القانون ديالنا ديال الكشافة اللي كيدعونا دائما للعمل والتشبث بالأخلاق وبالقيم الحميدة من أجل باش نكونوا متميزين في الأوساط اللي كنعيشوا فيها. القانون ديال الكشاف اللي قدامنا فيه واحد المجموعة ديال البنود تسعة إلا غرسناها في نفوسنا باش نكونوا متفوقين، نكونوا ناجحين في الدراسات ديالنا، في الأحياء ديالنا، في البيت ديالنا، وداخل أيضا المخيم. فالكشاف يسارع لخدمة غيره ويصنع معروفا كل يوم. الكشاف نظيف الجسم، نقي الفكر والحديث، طاهر في أعماله. إذا فهذا القانون اللي غنتمنى إن شاء الله غدا اليوم الكشفي باش نطلعوا عليه بشكل جيد وباش نشرحوه مزيان، باش نحاولوا خلال المرحلة التخييمية نتحلاو بالصفات اللي كاينة فيه باش نكونوا متميزين ونكونوا ناجحين ونسعاو من أجل نشر أيضا السعادة ما بين الأصدقاء ديالنا داخل المخيم. ما نطولش عليكم، كنشكركم وكنرحب بكم في المعمورة وكنتمنى لكم قضاء مرحلة تخييمية ممتعة إن شاء الله. شكرا قائد على هذه الكلمات، وشكرا على ما بذلتموه وما زلتم تبذلون من مجهودات من أجل أبنائكم الأطفال في هذه المرحلة التخييمية. وننتقل الآن إلى كلمة أخرى للمكلف بالبرنامج والتدبير العام لهذه المرحلة، القائد عبد الرزاق البويحياوي، في كلمة تقديمية للطاقم المسير للمخيم. ليتفضل مشكورا. السلام عليكم أعزائي عزيزاتي الكشافة والزهرات، أعزائي الأشبال الكشاف مبتدئ والكشاف متقدم، مرحبا بكم في رحاب المركز الوطني للكشفي عبد الكريم فلوس، اللي هو المركز يعني تابع للمنظمة الكشافة والمرشدات. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تقضيو واحد الايام مملوءه بالاستفاده والافاده، مملوءه بالمتعه، مملوءه بمجموعه من البرامج اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون لها واحد الاثار ايجابي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد ما ترجعوا للمنازل ديالكم. نتمناو على ان اللي كيمارس الحياه الكشفيه يستمر، بما انه بقى فيها المتعه ديالو ولقى فيها الملذ ديالو. وبالنسبه للشباب والشابات الاطفال اللي التحقوا يعني بشكل يعني جداد، يعني تكون مناسبه على انهم تكون الانطلاقه نحو على انه يولي كشاف، وكيف تيقول واحد المثل الكشفي: كشاف يوما كشاف دوما. اذا ما نطولش عليكم، بالنسبه للمخيم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تصار عليه مجموعه من القيادات.
غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم بالمنسق العام المخيم واللي هو القائد عبد الحليم عواده. ثم القائد المسؤول عن التدبير العام عبد الربي القائد عبد الرزاق بوحيوي. بالنسبه للبرنامج والتنفيذ ديالو هناك مجموعه من القيادات غتكون البدايه مع القائده كوثر هلال. القائده كوثر هلال تفضل باش ما يقولكش العنصر النسوي ما حضرش، بالعكس هو عنده المكانه ديالو وعنده الحضور ديالو في التطوير وفي التوجيه ديال البرامج ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي يكون معها ان شاء الله القائد حسن المغير. ثم القائده نمشيو للاقتصاد. القائد المكلف بالاقتصاد هو مجموعه من القيادات كيبداو بالقائد مكي وزعر، القائد ايوب فرج، والقائد جواد بو حجره. قائد جواد بو حجره تفضل قائد. شكرا. ثم القائد المسؤول عن التجهيز هو القائد محمد ايت الشيخ. اذا هذا هو الطوال ان شاء الله اللي غادي يسهر على التطبيق ديال المخيم ديالنا. ولا ننسى على ان الاشتغال في الحركه الكشفيه كيتم من خلال المجموعات الصغيره والمجموعات الكبيره، فبالتالي هناك مسؤوليات غتقاسموها انتم كاطفال دائره هذا المخيم هذا. نتمنى لكم التوفيق وتحيه للجميع. شكرا قائد عبد. لا أحيد ولا أميل، سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. ومن روائع الأناشيد التي تغنت بالوطن وأترككم مع صديقتنا هبة ونشيد موطن. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء فيها هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علا تبلغ السما موطني الشباب لن يكل همه وتستقل أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبدا عيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا عيشنا المنكدا. لا نريد أن نعيد مجدنا التليد
موطني الحسام واليرى للكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناي في علاك ظاهرا عيدك ظاهرا عيدك موطني. ولا تفوتنا هذه الفرصة ونحن نفتتح مخيمنا الصيفي دون أن نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وهادينا إلى الصراط المستقيم، دون أن نصلي ونسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبقى مع مجموعة من الأمداح النبوية. لتتفضل مشكورة. هذه مناسبة جد طيبة، كنتلاقاو اليوم في هذا المخيم الجميل ان شاء الله اللي غادي ندوزو فيه واحد الشرا، كنتمناو تكون شرا جيدة وغتعرفوا فيما بينكم. نتوما ثلاثة ديال الفروع ديال الدار البيضاء ديال فاس ديال كمارة الرباط، فكنتمنى ان شاء الله تكون واحد الفترة اللي غادي تعيشوا فيها وغتعلموا فيها شي حوايج اللي نتوما كاين فيكم اللي ما عمرو دارها. غتعلموا كيفاش تعتمدوا على نفوسكم في بزاف ديال الحوايج، غتعلموا كيفاش تطيبوا، كيفاش تعتنيوا باللباس ديالكم، كيفاش تعتنيوا بالمظهر ديال المخيم، كيفاش تطبخوا وتطيبوا. فانتم غتكون عندكم وصل هذا كيفاش ديروا منافسات ثقافيه، منافسات رياضيه، وان شاء الله غيكون واحد النوع من التنافس. وخصكم تديو معكم شي حويجه الدار ديالكم، الديور ديالكم كنتو كتعيشوا في الكونفور، واللي هنا غتعيشوا حياه الغاب، حياه الخلاء، اللي ان شاء الله غتعرفوا بها على واحد المجموعه ديال الاشياء ما كانش عندكم البال بها. وفيها مسائل اللي كتعلق مثلا بالحشرات، كتعلق بالنباتات، كتعلق بواحد المجموعه من المسائل. وتكون عندكم خرجات هنايا باش تعرفوا المكان اللي نتوما فيه، ونتمنى ان شاء الله يكون مقام طيب. وشكرا.
السعادة أن يحيط الإنسان نفسه بأشخاص سعداء يحسنون حالته المزاجية ويساعدونه على الاحتفال بنجاحاته في الحياة ويدعمونه في الأوقات العصيبة، على أن يؤسس علاقته معهم بالكلمات الطيبة والتصرفات الحسنة، وأن يكون حذرا عند انتقاده لهم، وأن يجعلهم يعرفون أنه يقدر ما يفعلونه من أجله، وأنه سعيد بكونهم جزءا من حياته. فلنعمل بهذه المسببات ونحن نعيش داخل هذا المخيم لنكون سعداء. ولنقترب أكثر من الموضوع، تعالوا نستمع جميعا لكلمات نشيد كن سعيدا. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا. خذ قرار وانطلق لا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صنعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صنعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه.